الناس اللي بتعاني من حموضة أو ارتجاع في المريء بيحس دايما بألم في المعدة، أو ممكن يصحى من النوم على شرقة وعنده مشاكل في الأحبال الصوتية وتغيير في صوته. دلوقتي عن طريق عملية النيسن فاندوبلايكيشن بنقدم حل للحموضة وارتجاع المريء اللي ممكن يكون بسبب فتق في الحجاب الحاجز أو بسبب ضعف في صمام المريء. عملية النيسن فاندوبلايكيشن بتتعمل عن طريق المنظار الجراحي، 4 فتحات كل فتحة سنتي صغيرة قد عقلة الصباع. بندخل جوه البطن عشان نستكشف منطقة الحجاب الحاجز. ده الحجاب الحاجز اللي بيتم أول خطوة استكشافه ونتأكد من عدم وجود فتق في الحجاب الحاجز. لو موجود فتق في الحجاب الحاجز بيتم إصلاحه ويتم عمل تقوية لعضلة الحجاب الحاجز بعد ما بنعمل استطالة للمريء عشان يكون موجود على الأقل 5 سنتي داخل البطن. بنستفيد من استطالة المريء ان احنا بنقلل ضغط السوائل داخل المريء، وبيتم عمل صمام جديد للمريء عن طريق قبة المعدة اللي بناخدها ونلفها حوالين المريء. بنعمل راب من قبة المعدة حوالين المريء عشان نمنع ارتجاع المريء ونمنع الحامض ان هو يطلع داخل المريء ومكونات المعدة تدخل جوه المريء اثناء عدم وجود الاكل. الصمام بيفتح وقت ما المريض ما بياكل وبيشرب ويرجع يقفل تاني عشان يمنع الحموضه وارتجاع المريء ان مكونات المعده تطلع جوه صدر المريض وتعمل له مشاكل. عمليه النيسن فاندوبلايكيشن حل نهائي وجذري للحموضه وارتجاع المريء. بتنتهي كل اعراض الحموضه والارتجاع والمريض حياته بتتحسن وبتبقى افضل وحياه جيده بعد العمليه.